رايق لو من عليا لو حرب جايه والله ما اتضايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم النهارده وائل وحمراوي من هتهب الشبكه. ازيك يا حمراوي؟ عامل عامل ايه؟ إيه؟ والله الحمد لله، وليك وحشه والله. انت اكتر والله، بس مبسوطين النهارده. الحمد لله. ان شاء الله بكره ننبسط اكتر. الاهلي بدأ مشواره في كاس العالم للانديه، بصراحه عامل ماتش 3-0 حلو. ماتش حلو. اوكلاند سيتي. وفعلا احنا محتاجين بقى ان الاهلي ايه، الاهلي ناويها، والكاس هنرجع بيها. ده حال كل المشجعين الاهلاويه الفتره اللي احنا فيها دي. ان شاء الله نرجع بالكاس العالم للانديه، مش بعيده. احنا فرقتنا عندنا فرقه كبيره، حطمنا ارقام، وعندنا ارقام في كاس العالم للانديه زي الحلقه اللي احنا اللي انتوا تابعتوها الاسبوع اللي فات قبل بدء البطوله. ارقامنا كبيره، بس السنه دي الكاس هنرجع بيها ان شقاء الله. وعملنا ارقام قياسيه الماتش اللي فات ده. عملنا ايه؟ حاجات كتير. ايه اللي عملناه؟ في عندنا لعيب من اساطير كره القدم كلها، كابتن حسين الشحات. كابتن حسين الشحات. الله الناس كانت زعلانه منه. الله يحسن والله. انا بصراحه حسين الشحات انا بحس ان هو فعلا اخصائي كاس عالم للانديه، بس حتى مع العين يعني، ونفس الاجوان حتى مع العين الاماراتي والله نفس الاجوان يعني، جاب نفس الجون. هو الرقم القياسي اللي هو عمله ان هو رابع لاعب في العالم ويجيب هدف في 3 نسخ مختلفه. وسجل مع فرقتين مختلفتين. يعني سجل مع العين القطري وسجل مع الاهلي المصري. فكده حسين الشحات ممكن يلعب جنب كريستيانو رونالدو في النصر. بالظبط. لا بس انجاز قوي. والفكره بقى الاحلى ان هو جايب الجون بتاعه في اوكلاند نفس الجون اللي جابه في الدحيل القطري. تحس ان هو متخصص في الحته، هو عارف ان هو راح كاس العالم للانديه، هو هيجيب من الحته دي. هيجيب من الحته دي. ومش عايزين نتكلم برضو عن حسين الشحات بس، لا الفرقه كلها كتوتال فرقه عملت. مين برضو في عندك واحد تاني في الاهلي يبقى متخصص كاس العالم للانديه بس؟ محمد هاني عالمي. بيروح كاس العالم للانديه بيبقى حاجه تانية، نسخه تانية خالص غير الدوري المصري. ما تعرفش هو برضو الدوري المصري. لا بس اللعيبه كلها بصراحه الماتش امبارح، رغم ان اوكلاند لو فرقه مش قويه، فرقه ضعيفه مقارنه بالاهلي طبعا، بس الاهلي عمل ماتش حلو. الاهلي اللعيبه كلها رايحه باين عليها الحماس وان هي بتقاتل، وان هي لا انا ناوي زي ما احنا بنقول هو ناويين يرجعوا بالكاس ان شاء الله. فتحس ان اللعيبه لا في حماس، في تركيز، في اداء مختلف عن اللي شفناه الماتشات اللي فاتت. بالرغم ان الماتشات اللي فاتت كان برضه ادائهم كويس، بس الماتش ده ادائهم كان مختلف. وبرضه يعني بصراحه عايزين نشكر الجمهور المغربي العظيم، اللي هو يعني الاستاد كان مليان على اخره، وكان بيدعم النادي الاهلي في اول مبارياته. بصراحه يعني ما قالوش عن جمهور الاهلي في تشجيعهم ودعمهم للنادي الاهلي. فاحنا بنشكر جمهور المغرب كله. مستنيينهم يكملوا دعم بكره وبعده لحد ما نقابل الوداد، فتيجي جمهور الرجاء يبقى معانا عادي، وجمهور الوداد يشجع فرقته حبايبنا. يا ريت مفيش مشاكل. نهائي عربي خالص يبقى ده حاجه، يا ريت. نتمنى ان النهائي يبقى في التاريخ. نتمنى النهائي يبقى ما بين الاهلي والوداد يعني بصراحه. يا ريت بلاش الهلال عشان الهلال زعل السنه اللي فاتت. هنتكلم مش عايزين نسبق الاحداث لان ده غلط برضو. احنا الماتش الجاي برضو مع فرقه سياتل بطله كونكاكاف، اللي هي فرقه من الدوري الامريكي. الفرقه دي حصلت على اول سنه توصل لكاس العالم للانديه، وكسبت الماتش النهائي بتاعها في كونكاكاف مع فريق المكسيكي. كسبت بوماس المكسيكي صح. كسبته 5-2 وتأهلت لكأس العالم للأندية، وهتلعب مع النادي العريق النادي الأهلي. الفكرة كلها ان انت برضو ما بتلاعب فريق مغمور بيبقى الماتش مش سهل. هو بطل
هو بطل، هو كده كده لازم تحترم اي فريق بيروح كاس العالم للانديه، لان انت بتتكلم في دول ابطال، كل واحد بطل القاره بتاعته. بالظبط، هو بطل، فانت لازم تتعامل معاه ان هو بطل. بالظبط. بس هي الفكره كلها ان انت برضو ان فريق بطل بس مغمور مش مغمور. دايما انت عارف ان الفتره او السنين اللي فاتت كان معظم الفرق اللي بتروح فرقه مكسيكيه مش 22 سنه كان احتلال مكسيكي للكونكاكاف بالظبط يعني. فانت ده انجاز ليهم، فبرضه هم اكيد هيبقوا جايين عندهم حماس، عايزين يظهروا نفسهم، يعرفوا احنا فريق برضه كويس ونقدر نقاتل على البطوله وي واول سنه ليهم، فبرضه ممكن دي ميزه لينا شويه، ميزه لينا لان هم ما عندهمش خبره في المنافسات، بس عندهم لعيبه ده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. عندهم لعيبه دوليه دخلت في الحاجات دي، فهيبقى يعني برضو عندهم خبره الى حد ما في الحاجات العالميه. هم في الاول وفي الاخر هم بيلعبوا بخطه، الخطه اللي بيلعبوا بيها المفروض ان هي 4-3-3 ومشتقاتها. يعني ايه؟ يعني هو 4-3-3 4-2-3-1 4-3-2-1 مثلا عندك اللي هي ساعات بيلعب ب5-2-3 5-4-1 5-4-1 3-4-1-2 4-1-3-1 تلعب كده. عندهم خطط غريبة، عندهم خطط غريبة، بس الدوري الأمريكي عشان متعودين على الرجبي فممكن هم دي دماغهم، هم أضرب مدرستهم. اوكي يو اس اي اون 3 1 2 3. احنا جايبين لكم شوية معلومات عن الفريق ده. احنا طبعا كلنا هو ده مش فريق معروف، فكلنا مش عارفين طبعا عنه كل المعلومات الكافية. فحاولنا نجمع المعلومات اللي نقدر عليها عشان نحاول نستفاد او نعرف مين الفريق اللي احنا هنقابله، نعرف الفريق ده مين اقوى لعيب فيه، مين ايه القوة الهجومية بتاعته، ايه الضعف الفني فين عنده، يعني نشوف المشاكل ايه عشان نقدر نلعب عليها. بالظبط. اول واحد في الفرقة دي يعني هو مؤثر في الفرقة، الحارس بتاعهم اسمه ستيفن فراي. ستيفن فراي ده يعني حارس امريكي عتيق بس من اصول سويسرية. من اصول سويسرية. لعب في 35 ماتش 35 ماتش في الدوري في الكونكاكاف. الراجل ده دخل فيه 47 هدف وحافظ على شباكه نظيفة في 9 مباريات. على الذكريات. أسد واقف في قلب الشبكة، استحالة حد يعدي. حيطة خرسانية. يعني دي مش أرقام طبعا حارس كبير يعني فكرة، بس هو برضو لو فرجنا على التصديات بتاعته عن الحاجات اللي شفنا له كم تصدي، فرجنا على كذا ماتش في الدوري عشان نعرف ايه نقط الضعف وايه نقط القوة بتاعتهم، فلقينا ان هو لا حارس بالرغم من ان هو بيدخل فيه اهداف كتير وان هو مش الحارس اللي نقول عليه قوي، بس تصدياته قويه، تصدياته كويسه، وخد هو اللي خد الحذاء الذهبي بتاع القفاز. القفاز هو اللي خد القفاز الذهبي بتاع الكونكاكاف. الحذاء ده بتاع حد تاني بتاع ميسي. ده كان وحصل على افضل تصدي في عام 2018 و2021. ده تقريبا الحارس الاول بتاعهم، وده تقريبا اعتقد الى حد كبير هو الحارس اللي هيبدا المباراه ضد النادي الاهلي. تيجي بقى في يعني تاني واحد مهم في الفرقه دي. هنتكلم في الدفاع. هنتكلم في الدفاع. انت عندك اللعيب اللي هو الكاميروني نوتولو الكاميروني عارفينه، ده حبايبنا دول لسه مخبينهم في اخر بطوله. هو ده لعيب برضه، هو ده من نقط القوه عندهم عامه في الفريق. ده مركزه ايه ده؟ ده ظهير ايسر. وهو ميزه يعني اول حاجه ظهير ايسر ده يعني بيلعب ناحيه علي معلول. لا هو بيلعب ناحيه هاني. هو بيلعب ناحيه محمد هاني. شكله بيطير كتير. ما هي دي بقى دي من نقط القوه والعيب في نفس الوقت. وعندهم مشاكل دفاعيه كتير بسبب ان انت عندك الوينجين بتوعهم، والوينجين اقوياء بدنيا ولعيبه في نفس الوقت، بيعرفوا يتحكموا في الكوره، بيعرفوا يعملوا مباريات حلوه، بس كدفاعيا ضعاف. بس كدفاعيا الدنيا ضعيفه شويه. بالظبط. هم بالرغم من اللعيب ده في الهجوم، بالرغم من اللعيب ده هو كان من اللعيبه الاساسيه في منتخب الكاميرون في كاس العالم. ولعب في كاس العالم ولعب في كاس افريقيا اللي كانت بتتلعب في الكاميرون اللي احنا خرجناهم من نص النهائي.
ده نهوتول. نخش بقى على اللي بعده الاكوادوري حبايبنا. الاكوادور اللي انت ما تعرفش ان والي اصلا عاش معايا جنسيه اكوادور. معايا جنسيه اكوادوريه وعاش هناك لا يقل عن 10 سنين. اكتر من 10 سنين. شوف 14 سنه حضرتك. 14 سنه خدمه بسنوي. بعد 14 سنه خدمه في ثانوي بتقول لي في اللي هو احنا اتكلمنا على الظهير الايسر، نتكلم بقى على ايه الظهير الايمن، وده اكوادوري اسمه خابير ارتيجا. ده كان مع منتخب الاكوادور في كاس العالم، وبرده طبعا بس ما شاركش انا عارف. بس هي الفكره كلها ان هو برده بيتميز بالقوه البدنيه زي بقيه منتخب الاكوادور كله. تحس ان هو منتخب افريقي، فيتميزوا بالقوه والصلابه واللياقه البدنيه العاليه. فده برضو لعيب بالنسبه لهم مهم جدا، بيعتمدوا عليه في الهجمات. شفنا له كام رفعه كويسه جدا. فده برضو انا شايف ان هو من عناصر القوه لفرقه سياتل. سياتل ده دواء. دواء باشا سبوره طبعا كله. معلش هي الفرقه جديده علينا، فاحنا اعذرونا بنحاول نلم الموضوع. بالظبط. بعد ما خلصنا بقى الدفاع هنيجي نتكلم على خط الوسط، ونتكلم على اهم لاعب تقريبا موجود في الفرقه، القائد بتاعهم ابو تريكا سياتل. نيكولا لوديرو ماشي. انا هو سموه لوديرو هو لوديرو بالاسباني والله العظيم. قلب الجزمه فاكرين نفسكم مين يعني؟ القوات تتقدم. قوات ايه اللي هتتقدم؟ ده من اهم اللعيبه اللي موجوده في سياتل الامريكي، ويعتبر ده يعني هو القائد، وهو زي ما قال والي ابو تريكا سياتل اللي موجود معاهم. الفرقه بتعتمد عليه في الضربات الثابته كتير. كان عنصر مؤثر جدا لفرقته في النهائي بتاع الكونكاكاف. صنع هدف في الذهاب وصنع هدف في مباراه العوده. دخل التشكيل المثالي لدوري ابطال امريكا الشماليه اللي هو الكونكاكاف. في لاعب برضه تاني في خط الوسط كويس برضه، لعيب من اللعيبه الكويسه اللي موجوده معاهم في الفرقه، ولعب في كاس العالم مع امريكا. كريستيان لودرين ده لعب مع المنتخب الامريكي في كاس العالم السنه دي، وهو سجل 52 هدف مع الفرقه. واضح ان هم الاهداف عندهم كتير يعني. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفريق او كلاعيبه، المهاجم بتاعهم اللي هو يعتبر من هدافين التاريخيين للنادي، وهو الهداف التاريخي او هو الهداف لاخر 5 مواسم مع الفريق، اللي هو اسمه ايه؟ رودياز. مين؟ انت ليه ولا ايه؟ لا ركز، الناس هتزعل مننا. ما هو بصراحه الناس الفرقه ما فيش صعبة. يعني الفرقه صعبه. المهاجم البوليفي راؤول رودياز ده من بوليفيا اصلا، وسجل 73 هدف، وده الهداف التاريخي بتاع. لا مش الهداف التاريخي، هو تاني هداف تاريخي. هو تاني هداف، بس هو الهداف في اخر 5 مواسم يعني. هو الهداف في اخر 5 مواسم ومش الهداف التاريخي. هم ما عندهمش هدافين، هم ما عندهمش تاريخ اصلا. خبر ايه يا فاروق؟ ما تقطمنيش يا اخي الله يرضى عليك، احنا هنهزر، احنا بنتحدث جد يا فاروق يا اخي. نيجي بقى نتكلم على الفريق ككل، نشوف بقى الفنيات عموما الفريق ككل. احنا لو هنيجي نقارن ما بينه وما بين النادي الاهلي، فورقيا على الورق النادي الاهلي افضل، وهو اللي ليه الافضليه لكذا سبب. اولا الخبره، ده كده حاجه اساسيه، ان هو عنده خبره في كاس العالم للانديه. الفريق ده لسه اول مره. تاني حاجه هنتكلم فيها ان هو ان الفريق ده اول ماتش ليه في موسم في سنه 2000، اول ماتش رسمي في 2023. اول ماتش رسمي في 23 يعني بعد هو لعب وديات بعد موسم من اسوأ المواسم اللي عملها في الدوري الامريكي اصلا. بالظبط. السنه اللي فاتت عمل
من اسوأ، كان في الترتيب ال 11 ودخل فيه 46 جول هدف، فهو اصلا طالع من موسم كارثي بالنسبه له. بالظبط. واول ماتش بعد، احنا دلوقتي يوم 2/1 في 23، يعني بقى له شهر او شهر وشويه تحضيرات، ما بيعملش حاجه غير ان هو بيعمل تحضيرات. فطبعا فنيا وبدنيا اكيد الاهلي برضو اعلى شويه، لان الاهلي لغايه دلوقتي لعب 15 ماتش في الدوري غير الماتشات بتاعت دوري ابطال افريقيا، فعندك كذا ماتش لعبهم. فهو بدنيا لسه ما دخلش في الفورمه زي ما بيقولوا، زي النادي الاهلي. الاهلي دخل في الفورمه وطلع واستوى وهيرجع بالكاس. بس ده طبعا ما يمنعش الفريق مفاجاه. يعني مثلا احنا برضو ما نمنعش ان الاهلي ممكن يكسب ريال مدريد مثلا لو كسبنا سياتل، احنا ما يمنعش ان احنا نكسب ريال مدريد. وخلي بالك ان الاهلي قدامه انجاز كبير قوي يقدر يحققه السنه دي في كاس العالم للانديه، ان الفريق ده ممكن لو كسب قدامه 3 ماتشات، لو كسبهم هيبقى اكتر فريق في العالم متساويا طبعا مع ريال مدريد انتصارا في كاس العالم للانديه. عدد المباريات كفوز يعني كعدد بالظبط اللي هو 10 مباريات، لو كسب ال3 دول هيبقى 10 مباريات فوز بالظبط. فان شاء الله والله فعلا يعني الواحد متفائل نكسب. بس ماتش بكره الساعه 7 ان شاء الله اللعيبه بتاعتنا تبقى رجاله وتاخد الماتش كده على محمل الجد، عشان عايزين نلعب ماتش زي كده ما كنا لعبنا البايرن فاكرين. بس السنه دي الوضع غير، السنه دي احنا ممكن نكسب، السنه دي احنا ممكن نكسب ريال مدريد. الكرة اتغيرت ولازم نفهم ان الكرة اتغيرت، زي ما السعودية كسبت الارجنتين، زي ما المغرب وصل. السعودية كسبت الارجنتين ونامت. لا مش زي المغرب. ما احنا عايزين نكسب ريال مدريد بعدها معانا العرب، مش مشكلة. عايزين ناخد الكاس، عايزين نرجع بالكاس، عايزين نفرح، عايزين نثبت للعالم كله ان الاهلي فرقة كبيرة بجمهورها وبلعبتها وما بتوقفش على حد ولا اي كلام فاضي بيتقال. احنا نعتبر من اكبر الفرق على مستوى العالم، رابع اكتر فرقة على مستوى العالم انتشارا في السوشيال ميديا بعد ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد. انت بتتكلم على جماهيرية شعبية عالية جدا. احنا لازم نرجع بكاس العالم. كهرباء هيلعب ولا ايه؟ هيلعب طبعا بجد والله. مش كانوا بيقولوا مش هيلعب؟ يا دم خفيف قوي. حاولت انسى. بيقولوا طب هو كهرباء ايه مشكلته؟ طب احنا عايزين نعرف الناس انت في الاول يعني، بس لو انت عاجبك المحتوى بتاعنا برضو لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس كده وايه ونعنشنا عشان ننعنش عليك. الزرار قدامكم عادي. الزرار قدامكم كليكايه خلاص الموضوع انتهى. تمام. عايزين نقول لهم ايه حوار كهرباء ده دلوقتي؟ موضوع كهرباء وصل ان احنا عارفين طبعا كلنا ان يوم 2/2 كان الجلسه اللي اتعملت عشان يحددوا الموقف بتاع كهرباء على اللي حصل، ان هو ما دفعش غرامه وان الايقاف خلاص اتشال، فعايزين يعرفوا الوضع هيبقى ماشي ازاي. طبعا الزمالك متعنت ان هو عايز ان كهرباء يدفع المبلغ كاش، مش عايزه تقسيط او اي حاجه. والفيفا طبعا هو راح الجلسه اتعملت على اساس ان اللعيب معاه الفريق البرتغالي اللي هو فيش فرق اعلن افلاسه، مش لان الغرامه اصلا المفروض مناصفه ما بين كهرباء وما بين النادي، فالنادي اعلن افلاسه وقفل اصلا خالص، راح مع في لالا لاند. فالغرامه كلها راحت على مين؟ على كهرباء. فهو طبعا الرقم صغير 2 مليون دولار، فرقم مش منطقي ان هو يعني كهرباء المفروض كده. اللي انا فاهمه ان كهرباء كده المفروض هيدفع ال 2 مليون. والله لسه في حاجات مفاجآت ممكن تحصل، لسه مش عارفين. تخفيض يعني. هو المفروض اصلا الغرامه الاساسيه اللي على كهرباء $1 مليون مش 2 مليون دولار. ماشي. هي كهرباء كتوتال، بس كتوتال في 2 مليون. مليون على النادي ومليون على كهرباء. طب مليون النادي ده مين اللي هيتحمل بيها؟ ما دي بقى ممكن المفاجآت اللي ممكن تحصل. ما خلي بالك برضو، ما احنا بنتكلم برضو في حقي وحقك. ما هو نادي الزمالك ليه حق صح؟ حلو. النادي الزمالك ليه حق. النادي خلاص قفل. ماشي. طب ما احنا هو لازم اللاعب ما يستفيق. ما هو كده يعني لو بص على اللوائح هو المفروض كهرباء يدفع ال 2 مليون دولار بس هي الفكره كلها ان الفيفا برضو شايفه ان في تعنت من الزمالك، لان كهرباء راح المحامي قال له بلغ ان هو عايزين هندفع $500,000 كاش على الترابيزه كاش،
وال 500 التانيين قسطهم على دفعات. ماشي، بس انا مش طبعا قدام الفلوس خلاص. هو انت عندك الفيفا نفسها طبعا ده بالنسبه لها حل، بس القرار مش في ايديها ولا في ايديها ولا في ايدين لجنه الانضباط. فانت القرار كله عند نادي الزمالك. فلو نادي الزمالك اصر لا انا عايز الفلوس مره واحده، يبقى المتضرر هو نادي الزمالك، لان دايما لجنه الانضباط دايما بتقف في صف اللاعب. وكده كده خلاص موضوع ايقاف اللاعب تاني ما اعتقدش ان هو هيحصل الا لو الفلوس ما دفعتش لغايه شهر 8 اللي جاي، لان هو الزمالك زي ما احنا عارفين الزمالك ما يقدرش يقدم شكوى رسميه للفيفا الا في شهر 8 ثلاث فترات. الفتره الثالثه دي بقى في شهر 9 تقريبا اللي جاي، فهو ما يقدرش يقدم شكوى الا في شهر 9 وساعتها يتجدد الايقاف. فكده كده كهربا ما اعتقدش ان هو يقف الا لو ما دفعش لغايه شهر 9 هيلعب. تمام، يبقى ان شاء الله كهربا يعني. والفكره كلها ان امبارح الجلسه ما اتخذش فيها قرار وهيتاخد قرار في خلال ايام لسه. فغالبا يعني 90% او 99% كهربا كده كده مكمل كاس العالم للانديه للاخر ان شاء الله. هيكمل معانا في الدوري ونكسب ونتاهل، وبعد كده نبدا ندخل في الدوري، نرجع للدوري وكاس ودوري ابطال افريقيا. ورجع فايق بصراحه وحرام يقعد. انت بتتكلم في لعيب رجع في 3 ماتشات عمل 4 اهداف. حرام يقعد. ده اصلا الاهلي دي صفقه، والاهلي صفقه جديده. الاهلي مش هيتخلى عن كهربا. يعني كهربا برضو عمل اللي عليه وزياده مع النادي الاهلي بالظبط زي ما بيقولوا. عموما ان شاء الله، بس احنا عايزين بس من اللعيبه ان هي تركز في نقطه مهمه قوي ما اتكلمناش عليها برضو، مهمه جدا في الفريق اللي قدامنا ده. من نقط ضعفه ان الفريق ده، ودي ميزه لينا احنا كاهلاويه، هنقول ليه ان الفريق ده في اخر 5 دقايق من كل شوط بيخش فيه جوان او بيضعف، واحنا بلس 90، واحنا اصلا بلس 90. يعني انت جايه في ملعبنا بالظبط، في ملعبنا وفي المغرب، فخلاص الموضوع منتهي. ان شاء الله الاهلي يكسب. بصوا من الاخر، لو انت كملت الفيديو للاخر اضغط ايه او اعمل ايه، هيعمل ايه؟ هو هيفعل زر الجرس. يا رب يفهم. هنفعل زر الجرس ونعمل لايك وسبسكرايب وشير ويعني ادعمونا عشان نطور من نفسنا، ونبدا نحاول ان احنا نطور من الحلقات بتاعتنا زي ما قلنا قبل كده باذن الله. نقول بقى حاجه كمان. ايه؟ اوه جمهوره ده حماه، اوه على الحلوه والمره معاه، عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر يكون عمري عشان الاهلي يقول. السلام عليكم.